هو ازاي اتعامل مع ابني المراهق؟ طول النهار الاب والام قاعدين يدوا في اوامر وتعليمات لاولادهم، وغالبيه الكلام افعل ولا تفعل. حاول تبقى الصديق اللي ابنك يحب يقعد معاه ويحكي له اسراره، ما تبقاش قفوش وبتاع مثاليات عاليه. انت اصلا اما كنت في سنه ما كنتش بتعملها عشان تطلبها من ابنك اللي في مرحله المراهقه. حاول تبقى مرن اكتر، ما تبقاش من الاهل اللي عيالهم بيطفشوا منهم، ما تبقاش الاب الرزق او الام المعقده. حدد اولوياتك معاه في التربيه. هدفك انك تكسب المرحله مش تكسب الموقف. بلاش يكون هدفك تكسره وتمشي كلامك عليه. ما تعملش عقلك بعقله وتصغر دماغك. هقول لك على فكره حلوه، حاول تقعد نص ساعه كل يوم مع ابنك لوحدكم، وانوي انك تتواصل معاه من قلبك، تسمعه من غير ما تحكم عليه، تفهم اللي جواه وتحس مشاعره. حاول تتعرف على افكاره اللي جوه دماغه. العبوا معاهم بلاي ستيشن، اتصوروا معاهم صور هبله، اعملوا بوز البطه. حاول تخرج من دورك الابوي الاصلاحي الى دورك الابوي الانساني، فتتواصل القلوب من جوه. اسالوا عن احواله، عملت ايه في المدرسه النهارده، عملت ايه في التدريب النهارده، مين اصحابك اللي بتحبهم وبتحبهم ليه، مين الناس اللي بيضايقوك وبيضايقوك ازاي، انت بتحب ايه، انت بتكره ايه، انت زعلان من ايه. حاول تسمع بهدف انك تعرف مش بهدف انك تصلح البايظ. فرق كبير بين الاثنين. التقرب من اولادنا بيخلينا نكتشف حاجات كتير ما كناش نعرفها عنهم لاننا ما حاولناش نعرفهم من جوه. ممكن الطريقه دي تعرفك ان ابنك عنده مشاكل انت مش داري بيها، او عنده ميزه وموهبه انت مش شايفها، او عنده عيب انت مش منتبه ليه، او تكتشف سلوك خطأ. اولادنا اكتر ناس محتاجين ده.